نعم، تأثير ياسر الحبيب حقيقة تأثير سلبي على المشاهد. يعني لما المشاهد ينظر إلى هذا المتعصب المتحجر عقليا، ينظر له بأسلوب تحجري. يعني لما هذا الإنسان، يعني عندك الطفل كالعجينة، شكله قد ما بغيت. أنت كنت مسلم صار مسلم، أنت تبغى يصير نجس صار نجس، تبغى يصير كافر يصير كافر، تبغى طباعة شلون يصير أنت شكله. هذا المشاهد الآن اللي جاي يبغى مسكين ياخذ معلومات أو يعرف الحقائق ويعرف أي مذهب هو فيه صح أم غلط، الدين الصحيح أم الدين الخاطئ، يأتي هذا المتحجر المتخلف عقليا الذي أتى بوابة زمن أخرى. إنزين، أتى كيف؟ أتى ويقول عائشة كذا، عمر كذا، عثمان كذا، معاوية كذا. يا أخي يا متحجر يا متخلف، الدين ليس لعبة تلعب بها وتلهو. الدين يا أخي تأتي بمعلومات مفيدة، تأتي بأحاديث تستفيد بها الناس، تجمع وحدة المسلمين. لا تأتي بأحاديث تفك وحدة المسلمين وتزيد الجراح ملحا وتقرحها وتفتحها وتجعل جرحا لا يرجع، وبذلك تفني بين المسلمين. يا أخي، عندما يذهبون المجالس في محرم أو في العزيات أو الموالد، يأتي الخطيب فوق المنبر الحسيني يقعد يخطب بالناس، لا يقول عائشة كذا ولا عمر كذا ولا معاوية كذا ولا هذا كذا، يذكر أشياء مفيدة يستفيد بها المجتمع حاليا ولاحقا. في أمور في التاريخ إنزين تجلو العار إلى المسلمين عندما تذكرها، كقتل الحسين عليه السلام في كربلاء، ولكن هذا الشيء لا تستطيع أن تتخلى عن ذكره. هذا ذكرا لا تستطيع أن تتخلى عن ذكره. أما في أشياء كثيرة تستطيع أن تتخلى عن ذكره وتتجنبها حتى تجمع بين المسلمين وتألف قلوبهم. صح. عندما هو يتكلم الآن في شاشات التلفاز إنزين ويخاطب ويجلب الفتنة، عائشة كذا وعائشة كذا، وهو يعني لا أحب أن أذكر يعني أسبق الأحداث حتى لا أخرب أفكارك سيدي الكريم. لكن في هذا النقطة أقول أنا شخصيا وجهة نظري الشخصية أن هذا الإنسان عندما يظهر في التلفاز يتحدث بهذا الأسلوب المتحجر المتعصب، كثيرا من الناس ينجذبون إلى هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب أسلوب تخلفي تحجري تستوعبه العقول الصغيرة. العقول الصغيرة تستوعب هذا الكلام وتصدقه إنزين، وبذلك تصبح العقول الصغيرة عقول متحجرة على حجاراتها كشاكلة المتخلف ياسر الحبيب، ويصبح المجتمع في صراع دائم بين المسلمين ويكون فتنة للعالمين. هذا الشيء السلبي. أما وجهة نظر الشيعة إلى هذا المخلوق المتخلف عقليا وصغير ثقافيا، أن الشيعة هو مذهب. الشيعة هو مذهب، والمذهب لا يقتصر على عائشة ولا على عمر ولا على معاوية ولا على يزيد وآخر من هؤلاء الذي هم حثالة الزمان وفي الآخر في عقر جهنم. المذهب يا أخي في شروط وفي قوانين وفي أحكام وفي إلى آخر من ذلك. أنت ليس أعلم شخص على وجه الأرض، أنت ليس أعلم من السيستاني ولا من الخمنائي ولا من الخويني ولا من الصدر ولا من الشيوخ كثيرة. أنت مجرد بعوضة
ظهرت إنزين في جو نقي فخربت، لا أزيد ولا أقل. أنت حثالة ظهرت، أنت حثالة وقمامة ظهرت في مكان نظيف، فراح رائحتك النتنة ظهرت ولوثت هذا الجو النظيف. وأنت على فكرة يعني المتخلف هذا يسب الشيعة ويسب سيد حسن نصر الله وإلى آخره، وكل ما يقهرني يقول إن الوفاق في البحرين، أو يوم سألوه عن شنو رأيك في البحرين تطلع قال الوفاق نفاق. كلمة جميلة كشعر، الوفاق نفاق شيء جميل. ليش قلت الوفاق نفاق؟ لأنهم قالوا نحن أخوة سنة وشيعة. أنت عندما تنظر لهذا المنظور تنظر إلى شدة تخلف وتعكر هذا الجاهل البدوي المتخلف الذي في عقله ديدان وعقارب ودود. هي أصلاً إذا كان عنده عقل، هو ما في عقل أصلاً، عقله متعفن داخل، أشد من ظلمة القبر عقله. لأن قالوا الوفاق نحن أخوان سنة والشيعة. يقول كيف يقولون نحن أخوان سنة والشيعة؟ شوف هؤلاء يريدون، هؤلاء الشيعة يريدون أن يوصلون وحدة بين المسلمين، منحنى بين المسلمين. وهذا المتخلف المتحجر الجاهل الغبي ماذا يقول؟ يقول هم نفاق. لا على شكلك يا غبي أيها أنا لا أعرف كيف أوصفه. يعني كل مخلوقات الأرض أطهر منا، حتى الخنزير أطهر منا في العقل. أنت الشيطان الناطق، هذا ياسر الحبيب لسان الشيطان الناطق على وجه الأرض، هو الذي يوسوس في عقول البشر، هو أعور الدجال. هذا أعور الدجال الذي يدجل ويصول ويجول في أحكام الله عز وجل ويخرب المسلمين ويسوي فتنة بين المسلمين. هؤلاء يريدون أن يسوون ملحمة بين المسلمين، وهذا يقول إنهم منافقون لأن ليش تتفقون مع السنة وإحنا مع السنة ليس أخوان ولا شيعة. يا أخي راك منك أنت الأعور، إحنا الشكون صح. أنت بينك وبين الأرعور أصبحت علاقة جنسية. إنزين إحنا شكو تخرب على المسلمين كامل أيها المتحجر. هذا وجهة نظر له الشيعة في المتخلف. على الأقل وجهة نظري أنا، هذا إنسان ليس له مذهب كما قلت، ليس له دين. هذا إنسان يريد أن يصبح فتنة إلى العالمين. وذكرنا الآن الدليل أمامكم حتى نقطع شك باليقين ونبرهن أن هذا الشخص مجرد حثالة في المجتمع لا أزيد ولا أقل. ليس هو بقدر الشيعة وليس هو بقدر السنة، هو مجرد إنسان مركوب وحلقته واسعة من كل شدة له الركاب المبرح. وها هو ياسر الحبيب أمامكم يتخنف ويصول ويجول في لندن. أنا متأكد إن في ناس واجد يوافقونك الرأي في كلامك، وننتقل إلى سؤال جاي، وهو يعني سؤال يعني كان مطروح في تويتر. نقول بسيط: لماذا هرب ياسر الحبيب من الكويت؟